هلو يا حلوين، اتكلمنا كتير عن اهتمامنا بشعرنا وببشرتنا. مش عايزين ننسى الصغننين اللي اهم مننا بكتير، سواء ولاد او بنات. والنهارده قررت اقول لكم ازاي بهتم بشعر يحيى اللي بيساعدني وهو نازل رايح المدرسه يكون سهل للتسريح وحلو وبيلمع وامور. طبعا جربت مجموعه ليندا للاطفال، مجموعه يا جماعه تجنن. تعالى اقول لكم عباره عن ايه ومكوناتها ايه. اول حاجه احب اقول لكم ان المجموعه ما فيهاش خالص ولا بارابين ولا سلفات ولا سيليكون ولا اي حاجات من دي، المجموعه كلها طبيعيه. تعالوا بقى، اول حاجه بنستخدم الشامبو ده يا جماعه تركيبه خفيفه جدا على الشعر وكمان سهله الشطف، بيرغي كتير جدا. اما بقى ريحه المجموعه كاندي، اكنك بتخلي شعر طفلك او طفلتك بالكاندي. يجنن يا جماعه، يجنن. بينظف الشعر كويس جدا، ريحته بتلزق في شعر الاطفال، يعني ابنك او بنتك بيفضل ريحه شعرهم يجنن. اول حاجه جربنا الشامبو. تاني حاجه بقى هنعمل حمام كريم قمر كده. حمام الكريم بقى يا جماعه عندهم في حته تانية، طبعا برضو ما فيهوش ولا بارابين ولا سيليكون ولا بارافين ولا اي حاجه من الحاجات دي. هو اصلا بخلاصه الشيا وما فيهوش اي زيوت معدنيه او كبريتات، علشان كده هو يجنن. انا عايزه اقول لكم ان انا المجموعه دي نفسي انا اللي استخدمها مش يحيى خالص. حمام الكريم نفس ريحه الكاندي. عارفين يا جماعه لما تفتحوا كده الشامبو وحمام الكريم بتاع الاطفال ده، تحسي ان انت عايزه تاكليه من حلاوه ريحته وطعمته، وبيفضل ثابت في ريحه، يعني في ريحه شعر الاطفال فتره، اكنك كده حاطه لهم برفان في شعرهم. ده بقى كان حمام الكريم. طبعا لو بالنسبه للبنات هنحطه بقى على الاطراف. هنا بقى كنا بننشف، وعايزه اقول لكم بجد نتيجته تحفه. بنسيبه على الشعر 10 دقايق وبعد كده بنغسل شعرنا. فجاه بتلاقي شعر طفلك بقى طري جدا، بقى ناعم، بقى سهل جدا في التسريح، وخصوصا بقى لو كان بنوته. عايزه اقول لكم ريحه الشامبو والحمام الكريم كانوا قلبين الشقه، حاجه كده تجنن. تعالوا بقى نعمل ايه كمان. عايزين بقى كريم كده يسهل لنا التسريح. ليندا ما سابتنيش، ليندا عملت لنا حاجه تجنن. هير فود ده كريم فظيع للاطفال يا جماعه، وبصراحه انا جربته وحاسه ان انا اللي هستخدمه مش يحيى خالص. الهير فود ده بقى كريم بالنخاع وبروتين القمح وزيت الارجان المكتيميا. انا مش عارفه بصراحه ايه المكديميا دي، بس هو حاجه كده قمر. اول ما بتحطيه على شعر ابنك او بنتك فجاه شعرهم بيبقى بيلمع، بيبقى سهل جدا في التسريح، بيغذي الشعر طبعا. عايزه اقول لكم بجد بجد لو عندك بنوته او عندك ولد لازم تجربي مجموعه الاطفال من ليندا. وبصراحه شكلي كده انا اللي هجيب مجموعه الاطفال دي بعد كده ليا، لانها تجنن وريحتها فظيعه. بجد بجد يحيى اتبسط منها جدا جدا. اما انا بقى مش هننسى برضو الكبار. يلا بينا بقى نشوف ليندا عملت لي انا ايه. ليندا عملت لي مجموعه شعر مش عايزه اقول لكم حلاوتها عامله ازاي. نفس الروايح يا جماعه اللي انا مش قادره يعني استغنى عنها، روايح المنتجات تجنن. عايزه اقول لكم ان انا ببقى عايزه اشربها كده. المنتجات كلها ما بتخليكيش محتاجه بعديها ان انت تحطي برفان على شعرك، يعني هير ميست خلاص بقى انت بعديها شعرك بيفضل تحفه. ده كان الشامبو بينظف الشعر جدا جدا جدا. المجموعه كلها بزيت الارجان وزيت اللوز وزيت الجوجوبا، وكمان فيها زيوت تانية ما فيهاش ولا سلفات ولا سيليكون ولا اي حاجه من الحاجات المضره دي. بترطب الشعر كويس جدا، بتعالج التقصف والهاشين. نيجي بقى عند حمام الكريم بتاعنا، نفس الموضوع يا جماعه. طب ناكل المجموعه دي ولا ايه؟ نحطها طيب في رغيف من حلاوتها، ريحتها فظيعه بتقلب الدنيا، كانت تجنن. حمام الكريم بيرطب الشعر وبيديكي احساس كده بالنعومه في الشعر وان هو مفيش هيشان. نيجي بقى لده. جماعه انا الكريم ده ادمنته ليه بقى؟ زي ما انتم شايفين كده انا واكله نصه. الكريم ده بزبده الشيا وزيت الارجان زي بقيه المجموعه، بس الفكره فيه ان انت اول ما بتحطيه فجاه ما بتحسيش باي ملمس دهني. فجاه بتلاقي ان هو اكنك حطيتي زيت او سيرم، يعني هو كريم بس ملمسه بيديكي احساس السيرم والزيت. فطبعا كان رهيب. انا لما بحطه شعري مبقاش فيه هيشان، مبقاش فيه تقصف، وفي نفس الوقت يعني الشعر بيتشربه كده، مش كريم بقى تقيل على الشعرايه، لا خفيف جدا على الشعرايه. فعايزه اقول لكم ان المجموعه كلها تجنن، عجبتني قوي قوي قوي. ده غير ان في عرض تحفه على سعرها، لازم تستغلوا العرض ده بجد.
بجد اتبسطت من تجربتي لمجموعه ليندا، سواء مجموعه الكبار اللي ليا او مجموعه الاطفال بتاعت يحيى. وانتوا طبعا شفتوا انبساط يحيى بالمجموعه قد ايه، وبريحتها وبالقوام بتاعها وكل حاجه. عايزه اقول لكم دلوقتي ان هم عاملين عليها عرض حلو قوي، سواء مجموعه الكبار او مجموعه الصغيرين. والاهم بقى من كل ده ان هم عندهم يعني منتجات كتير قوي تقدروا تشوفوها في اللينكات اللي انا سايباها لكم فوق، وهتتبسطوا قوي من الاسعار بتاعتها، وهتتبسطوا من تجربتكم كده زي ما انا جربتها. وبجد سواء عندك بنوته او عندك ولد، لازم تجربي مجموعه الاطفال اللي بجد هتخليكي تستغني عن وجع القلب اللي بتشوفيه مع الاطفال في تسريح شعرهم، وخصوصا البنات وكمان الولاد، مش عايزين ننسى الولاد. بجد هتتبسطوا قوي لما هتجربوها. اللينكات فوق، لازم كلكم تدخلوا وتشجعوا المنتج المصري القمر ده والاسعار الحلوه دي. وبجد بجد مبسوطه قوي من مجموعه ليندا.